السلام عليكم. تمرينة النهاردة تمرين بوش، تمرينة كاملة متكاملة فيها عدة تمارين ركز فيها. أول تمرين معانا هيكون هو البار الفلات، ده من أهم التمارين للجزء العلوي، تقريبا أهم تمرين للجزء العلوي، لأن التمرين كله معتمد على الباور وبيشترك فيه عدة عضلات، لأنه تمرين كومبلكس. بيشترك فيه طبعا الصدر عضلة رئيسية، والتراي لأنه هي اللي فردت المرفق، والكتف الأمامي بيكون فيه عضلة مساعدة. تاني تمرين هنشتغل بيه تمرين الروب على الكيبل أو الحبل على الكيبل. بنشتغل بيه عضلة الكتف الأمامي، الفص الأمامي من الكتف. الكتف طبعا بيشمل 3 فصوص، هنلعب دلوقتي على الفص الأمامي. ركز كويس جدا في التمرين ده. الكتف الأمامي هي عضلة بتبدأ من الكلافيكل اللي هي الترقوة، وبتنزل على الهيومرز اللي هو العضد، وبنطلع نعمل فقط عملية الفليكشن زي ما احنا شغالين كده فقط. ركز قوي في التمرين. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير، بيفرق معانا كتير، محتاجين الكلام ده، وفولو لأن الصفحة ابتدت تقع. ركز معانا، شارك الفيديو، بص على الأداء ومش بننزل للآخر. عاش. نيجي بعد كده لتالت تمرين، تمرين الدمبل تراي. الدمبل ده بننزل بيه ايدينا بتبقى 90 درجة، بنطلع نعمل فرد، بننزل نعمل تاني فقط. عملية او لما نيجي نشتغل على تمرين التراي او عضلة التراي بنعمل فقط فرد وتاني. الثلاث عضلات بتشتغل، بيحصل عزل بسيط في بعض التمارين، يعني هنا فقط هتبقى اللونج هيد هي اللي شغالة بشكل اكبر، ولكن الثلاث عضلات شغالة معانا. التمرين ده من اهم التمارين، ركز فيه، ركز في عملية الفرد، ركز في عملية الدفع زي ما احنا شغالين كده بالظبط. ركز، ضرب نار، دوس يا رجل. تحياتي. اللي بعده هنيجي لتمرين انكلاين تشيست بريس. ده تمرين للجزء العلوي من الصدر، وبرضه التمرين ده تمرين كومبلكس، يعني بيشترك فيه عدة عضلات. الصدر عضلة رئيسية، التراي عضلة رئيسية، والكتف الأمامي طبعا عضلة مساعدة زي ما احنا شايفين الأداء كده بالظبط. الظهر ما بيتحركش، ثابت لورا تقريبا أعلى من الكرسي. القبضة بتكون أقل من الكتف، أقل من وضع الكتف. بنعمل دفع، نركز فقط على دفع الصدر، والتراي هي اللي بتفرد المرفق. ركز جدا في وضع الحركة بتاعتك، تفرق كتير. اوعى الحاجب اللي ارتفع، ضرب نار. اللي بعده، وبعد كده عودة السلام مع الابتسامة البسيطة. ما تشلناش يا رجل، تابع الفيديو يا رجل، تابع الفيديو. عاش، ما شاء الله، جيد، أداء ممتاز، تمرين كومبلكس زي ما قلنا. نيجي بعد كده لتمرين الرفرفة الجانبي. لو مش عندك الجهاز بتاع اللاترال ريز دوت، ممكن تشتغل بالدمبل، مفيش مشكلة خالص، بس الجهاز ده ممتاز. برضو مش بننزل للآخر، بننزل لغاية زاوية 20 تقريبا، ونطلع 90 درجة، 20 90، عشان هنا بنشتغل على عضلة الكتف الجانبي اللي هي بتبدأ من الأكروميوم مع عظمة الأكروميوم، وبتنزل للهيومرز، وكل تشغيلها بنعمل تبعيد عن منتصف الجسم زي ما احنا شغالين كده بالظبط. نص نزل او لغايه 20 درجه، ونطلع لغايه 90 بنفس التكنيك بنفس الشكل اللي احنا فيه ده بالظبط. احسن، جيد، تركيز عالي، زفير واحنا طالعين، شهيق واحنا نازلين. جيد. ننقل على اللي بعده. نيجي بعد كده لتمرين الدبس. برضو التمرين ده للترايسبس. قلنا الترايسبس كده كده بتشتغل معانا عند عمليه فرد المرفق، ولكن التمرين ده بيبقى رخم شويه، صايع شويه، محتاج تحكم شويه. كل الفكره انك بتعمل دفع من الترايسبس، وكل ما بتقفل كوعك على وضعيه البار بتشغل اكتر الترايسبس. بس امسك بريست كويس وريحه كويس، وخلي الدفع كله جاي من الترايسبس، عضله الترايسبس. التمرين هنا بيركز اكتر على الجزء بتاع اللاترال، ولكن الثلاث عضلات شغالين، لان فعلنا عمليه فرد المرفق زي ما احنا شايفين كده بالظبط. سيبك من العلامه الحمراء دي. اخر تمرين معانا هيكون تمرين الباترفلاي او تمرين التفتيح على جهاز التفتيح. التمرين ده تمرين عزل فقط، بيركز على عضلات الصدر، لان بنفعل حاجه اسمها الهوريزونتال ادكشن، بنقفل ونفتح، وتركيزنا كله على عضلات الصدر. عضلات الصدر هي اللي بتتفعل اكتر في التمرين ده، لان هي بتبدا قلنا من عظمه الكلافيكل اللي هي الترقوه، وبتنزل للاسترنم اللي هي القص، وتروح لغايه الهيومرز، واحنا زي ما احنا شغالين كده بالظبط. التركيز العالي ده، ايوه، وبنتني المرفق واحنا نازلين، بنتنيه ونفرده هو، ونحاول الايدين ما يخبطوش في بعض، الايدين ما يخبطوش في بعض. الحركه كلها اتيه من العضد. ركز في الكلام ده، ركز في الكلام ده، وما تنساش اللايك والشير والفولو لو انت مش متابع، بيفرق معانا كتير. احسنت يا رجل. ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يا ابني.